المشاريع اللي تحمل علامات تجارية أو براندات أفضل أو المشاريع العادية، وليش؟ تقصدي علامات زي بوجاتي زي يعني شاف السوق صار حاليا يعني ترند أيوة. رهيب، يعني براندات زي ما قلت أنت بوجاتي، زي ما قلت مرسيدس قريب. إيش رأيك، هذول أفضل أو المباني العادية؟ طيب أو المشاريع العادية؟ إجابة السؤال ده هترجع لبادجت المستثمر. لو معاه بادجت، لو البادجت سوتبل للبراندد بروبرتيز، هقول لك روح على البراندد بروبرتيز، لأن البراندد بروبرتيز ليميتد نمبرز. يعني مفيش 2 بيلدينجز في العالم بوجاتي، مفيش 2 بيلدينجز في العالم شايله علامه مرسيدس بنز. لو البادجت اوكي هقول لك روح على البراندد بروبرتيز، لو البادجت مش اوكي هقول لك لا خلاص روح بقى دور في الافضل المطروح. يعني شوف في المطروح ايه ودور في الافضل ايه. انا بشوف اجابه السؤال ده ديبندز على البادجت والبلان بتاعتك. البلان بتاعتك ايه؟ تشتري وتفلب، ولا تشتري تستلم وتأجر، ولا تشتري على حسب. ايش تحس يعني البراندات هذولي احسن كاند يوزرز، احسن كانفستمنت؟ انفستر في المقام الاول جدا جدا جدا. انا كاند يوزر هختار العقار اللي انا هعيش فيه بناء على عوامل كتيره جدا. صحيح. مراتي بتحب فين، عايزه تسكن فين، اولادي مدارسهم فين، الاماكن اللي احنا بنرتاد عليها، النوادي، المولات. مش لازم عشان براندد فانا اختار ان انا اعيش فيه. بس لو انا مستثمر اختار طبعا البراندد. انت عارفه اي براندد بروبرتي لما هنيجي نأجرها على اير بي ام بي او بوكينج دوت كوم تبقى عامله ازاي؟ حتى في خيالي. يعني حتى برا المواسم ان جنرال هتعمل احسن من العاديه. ما شاء الله. اوكي ممتاز. لان اكيد الامينيتيز والفاسيلتيز والسيرفيس اللي هتبقى موجوده مع البنايات دي غير، والاكسبيرينس غير. كل بنايه بتتميز بشيء فريد. انت عارفه الفيتشر اللي في بوجاتي عامله ازاي؟ تطلعي بالبوجاتي بتاعتك فوق في البنت هاوس.